سلام، اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وانتم بتشوفوا فيديو اليوم رجعنا لكم بفلوج. رح نورجيكم شوية اشياء من اللي بنسويها بيومنا في الخيمة يعني. فطبعا الفيديو رح تلاحظوا انه قصير شوي، بس لانه احنا عندنا مشكله بالنت. بنروح انا واريج يعني بنروح على مكان لحتى نشبك نت ونحمل الفيديو، فبنطول واحنا قاعدين بننزل الفيديو. يعني الفيديوهات اللي قبل قعدنا يمكن 5 ساعات واحنا بننزل بالفيديو. فعشان هيك قررنا انه فيديوهاتنا تكون شوي قصيره لحتى نقدر ننزلها، وكمان بنفس الوقت انتم ما تزهقوا وانتم بتشوفوا الفيديو، واحنا ما نتعب واحنا بنحمل الفيديو، لانه احنا يعني ما بنحمله جوا الخيمه، بنحمله بنمشي مسافه يعني لحتى نحمله. فعشان هيك بنتمنى دعمكم للفيديو، لانه عن جد احنا كتير بنتعب واحنا بنصور الفيديو وبننزله، لان احنا بنصور بالنهار وكمان بننزل الفيديو بالنهار، فدايما النهار بيكون كتير حر وشوب زي ما احنا هلا قاعدين بننشوي واحنا بنصور المقدمة، بس عادي مش مشكلة يعني. وكمان ما تنسوا رابط الدعم رح تلاقوه تحت بصندوق الوصف. اللي حاب يدعمنا يعني بأي اشي انتوا حابينكم تدعمونا، او لو بتعرفوا الناس انها مثلا بتحب انها تدعم اهل غزة، او بتحب انها تدعم يعني او تعمل خير يعني بحياتها، فابعتوا لهم الرابط لحتى يدعمونا عليه. وبس قبل ما نبلش الفيديو بتنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتحطوا تعليقاتكم. بس هلا خليكم مع الفيديو. صباح الخير يا جماعة. طبعا بنبلش يومنا بالقطة هاي القطة او البسة. طبعا لقيناها عند الخيمة وصارت يعني فرد من عيلتنا، فزي ما انتم شايفينها كتير حلوة وكتير كيوت، وسميناها بلو زي ما انتم شايفين عشان لون عيونها ازرق. وهون قاعدين بنفطر بالبسة زي ما انتم شايفين، بنطعميها حليب، لانه احنا لسه بنتوقع انه هي حامل، بس احنا لسه مش عارفين يا حامل يا عندها اطفال صغار، بس احنا لا عارفين اطفالها ولا عارفين اذا هي حامل، فبنهتم فيها عشان اذا هي حامل تكون بصحة وبخير. واليوم بما انه الغداء كان مميز وكان يعني اشي اول مرة ناكله من اول الحرب اللي هو ورق العنب، فحبينا نصور لكم يعني واحنا نطبخ فيه واحنا بنجهز له. فهلا قاعدين زي ما انتم شايفين بنجهز لورق العنب، جهزنا الحشوة او قاعدين بنجهز فيها. طبعا بالحرب احنا ما بنطبخ كتير، لانه زي ما بتعرفوا ما في غاز، يعني الغاز مش كتير متوفر، واذا كان موجود بيكون كتير قليل، فدايما اعتمادنا على المعلبات، على الاكل السريع اللي بنطبخ بسرعة. بس هاي المرة حبينا نغير، بما انه في عنا ورق عنب وهيك، فقلنا خلص هاي المرة خلينا ناكل اكل غير عن يعني الايام العادية. طبعا هذا إلنا من اول الحرب احنا ما اكلناه، فكتير كنا هيك مستمتعين واحنا بنطبخه زي هيك يعني. فاثناء ما احنا بنعمل بالغداء سمعنا في صوت ضجة برا، فطلعنا نشوف لقينا في ناس بيلعبوا الأطفال، زي عاملين فعاليات للأطفال لحتى يخففوا عنهم. فطبعا بعتنا أخونا إلياس وبنت أختنا نانا، وزي ما انتم سامعين الصوت وأنا بسجل. سامعين؟ أوكي، ما راح أحكي كتير. اليوم زي ما انتم شايفين كتير مليان بالمفاجآت. كنا برضو احنا قاعدين وسمعنا فجأة انه صوت ناس قاعدة بتصفر وبتصرخ، فطلعنا نشوف ايش فيه، فكانت المفاجأة اللي هي طيارة المساعدات. طبعا احنا اول مرة نشوفها، بتكون هالقد قريبة يعني، وحتى كمان نزلت مناطيد وكتير شفناها طبعا، بس ما اخذنا منها اشي لانها كانت كتير بعيدة. فبس واليوم كان عندنا كمان غسيل. فطبعا زي ما انتم شايفين الطريقة اللي بنغسل فيها، لأنه ما عندنا غسالات ولا عندنا كهرباء ولا عندنا إشي، فبنغسل على إيدينا زي ما انتم شايفين، ويعني هيك الطريقة بتكون. وآخر إشي نشرت الغسيل زي ما انتم شايفين. اخيرا جهز الغداء زي ما انتم شايفين، وطبعا هذا هيكون اخر اشي في فلوج اليوم، وبنتمنى بس تكونوا استمتعتوا. اوكي جماعة، بهيك بنكون خلص فيديو اليوم وخلص الفلوج، وشفتوا كيف احنا بنعيش يعني بنعيش كيف اجواءنا بالخيمة وزي هيك.
وان شاء الله رح نصير نصور لكم فلوجات اكثر، بما انه هي اصلا النوع الفيديوهات الوحيد اللي بنقدر نصوره بالخيمه، لانه ما في اصلا اشي تاني يعني نصوره اذا مثلا في فيديوهات او اشي زي هيك. واذا في عندكم اقتراحات لفيديوهات نصورها فاكتبوا لنا اياها تحت بالتعليقات. فاحنا رح تكون فيديوهاتنا اغلبها زي هيك فلوجات، شو بصير معنا بيومنا بالخيمه، لانه في كتير ناس طلبوا منا انهم يشوفوا حياتنا كيف بنعيش، كيف بنأقلم او كيف نتأقلم يعني على كل الاشياء والصعوبات اللي بتواجهنا. فبس ما تنسوا الرابط اللي حكينا لكم عنه تحت بصندوق الوصف، اذا يعني حابين تدعمونا او بتعرفوا حدا بيدعم الناس اللي بنغزة فابعتوا له الرابط وهيك. وبس شكرا لاي حدا ممكن انه يقدر يساعدنا. بس هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو حبيتوا ما تنسوا تحطوا له لايك وتشتركوا بالقناة، يلا وتفعلوا زر التنبيهات، تحطوا تعليقاتكم، وبس سلام.